صباح الفل. قلت لكم امبارح ان انا بكره ان شاء الله يوم الاثنين عامله ورك شوب عايز تكون فين بعد سنه من النهارده، وكاتبه بقى كده في الاعلان 6 محاور. حد مثلا عايز فلوس، حد عايز حب وجواز، حد عايز قرب من الله، حد عايز التطور الشخصي السيلف ديفلوبمنت، وحاجتين كمان. ف الناس اللي بتقولي ان هي جايه تحضر وعامله 2 راوندز، على فكره راوند الصبح وراوند بالليل. الظريف بقى في الموضوع انه الناس اللي جايه عايز تحضر، فواحده منهم بتقول لي انا كنت نفسي اختار الفلوس. هي بتقولي انا هشتغل على الصحه، فانا رحت قايله لها انا حاسه ان اللي انت محتاجاه هو الفلوس، فخلينا بكره ان شاء الله نقرر مع بعض ونشوف يعني، واحنا في خضم الاحداث يعني، واحنا في الورك شوب نفسه. فراحت قايله لي بصراحه انا كنت عايزه اقول لك الفلوس، بس قلت بلاش اكون طماعه، وقلت الصحة هي اللي هتجيب الفلوس. فقلت لها لا تعالي بقى، لنا هنا وقفة او احتمال يكونوا وقفتين. اول حاجة فكرة ان انا اكون طماعة، فقلت لها على فكرة هو ربنا هو الكريم الغني الواسع، يعني هو ممكن يعمل لنا كل اللي احنا عايزينه في لمح البصر. فلما انا ابقى احنا بنترجمها طمع عشان الطريقه اللي احنا اتربينا بيها الفكر المجتمعي العام، يعني فكره الانانيه للناس اللي عايزه تعمل سيلف كير لنفسها، فكره الطمع لو انا طالبه حاجات كتير وبتمنى حاجات كتير. لا ليه يا جماعه؟ بالعكس، اطمعوا زي ما انتم عايزين. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام نفسه كان بيعلم الصحابه ان اطلبوا الفردوس الاعلى. لما كانوا بيدعوا بالجنه كان يقول لهم اطلبوا الفردوس الاعلى. ده صميم الدين بتاعنا، ده مش طمع، بالعكس ده يقين في كرم ربنا وحكمته وقدرته وسعته والغني يا جماعه، الغني يعني بتتكلموا في ايه؟ فده طبعا تعالوا بقى نبص للحته بتاعت الكوتشنج وكده، اللي انا اصلا عايزه الفت نظركم ليها. يعني المايند سيت بتاعي وفيها حته استحقاق كمان، فيها حته مايند سيت. هل انا شايفه انه ينفع يبقى عندي كل حاجه، وانا ينفع يبقى معايا الصحه والمال؟ والنعمه الشريفه ينفع، والله ينفع، يقينا ينفع. وفيها كمان حته استحقاق، هو انا استاهل؟ يعني بصوا لها كده الوجه الاخر للعمله بقى، هو هيبقى انا استاهل يبقى عندي ده وده 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 وده؟ فيعني هذه نقره. الحته التانيه بقى لطيفه برضو قوي، الصحة هي اللي هتجيب الميل. ماشي، ما اعترضناش، بس ده معناه ان احنا برضو تاني عندنا النظرة ضيقة شويتين، لان انا متخيلة انه لازم بقى اكد واجتهد واكدح ويبقى يعني من عرق جبيني الفلوس، يعني اللي هو هنجيبها بطلوع الروح. مش بالضرورة، ما هو برضو القدير. يعني الفلوس احنا ممكن تجيلنا من اي حتة. انا ممكن الاقي حد بيخبط على باب بيتي وبيقول لي 20,000 جنيه هدية اهي، حد من قرايبي مثلا. ممكن الاقي كان في ارض قديمه ولا حاجه قديمه عليها نزاع ولا مشاكل، وفجاه القصه دي اتحلت الحمد لله، ولما الفلوس اتوزعت على اصحابها كل واحد طلع له مبلغ محترم. في يعني مش جاي لي افكار تانية دلوقتي، بس هو الواحد ما يبقاش في باله يا جماعه فجاه طلع لي لقيت فرصه شغل تديني 3 4 5 اضعاف اللي انا بشتغله دلوقتي. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ وارد جدا على فكره وبيحصل، بس اكون انا منفتح ان انا استقبل ده، اكون انا بصوا يعني اللي هو كده اوبن، يعني قلبي كده مفتوح وصدري منشرح، ويعني اللي هو تفاءلوا خيرا تجدوه واستبشروا. الحاجات دي كلها بتفرق على فكره، بتخلينا مرتاحين نفسيا كده وعندنا امل كده. طبعا يعني انا عارفه ان الظروف صعبه في العالم كله على فكره، مش بس عندنا، وعارفه ان الواحد يعني كل ما يجي يشم نفسه يحس ان في بلدوزر هبط على نافوخه من فوق. والله عارفه، بس في الاخر برضو ما تخلوش الصعوبات اللي حوالينا دي تخلينا مش عارفين نشوف الحاجات الصغننه المنوره الحلوه اللي موجوده يا جماعه. يعني محتاجين ندرب عينينا وقلبنا قبل عينينا على فكره، ان انا بقى قادره اشوف الحاجات اللي بتدي بصيص من الامل والنور والجمال، بدل ما نبقى مشفوطين دايما في الحاجات اللي هي ايه بتضايق وبتحبط. يومكم جميل يا رب، ومليان بركه وفتح وخير ورضا ورزق وفير بكل انواعه، رزق الصحه ورزق الحكمه ورزق العلم ورزق كل حاجه ورزق الفلوس برضه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.